سفيان رافعي موقع لو ماتان سبور. فور نهاية مباراة ضد منتخب أنغولا أخبار كثيرة تحدثت عن سوء العلاقة ما بين أو اضطراب العلاقة ما بين إبراهيم دياز وحكيم زياش. بغينا نتأكدوا من صحة هذا الخبر وشنو الدور ديالك كمدرب باش أنك تحاول تخلق انسجام ما بين اللاعبين اللي تم الانتداب ديالهم واللاعبين اللي ديجا كيلعبوا في المنتخب الوطني. واخيلا غنجاوب بلاصه المدرب. هادشي هذا الله يخليكم الاخوان، انا عندكم الهاتف ديالي، عيطوا لينا ونعطيكم لا بون انفورماسيون. il n'y a jamais eu. لا بالحق، لا بالحق، بالحق بلاش. علاش ملي كتخلي عيده بحال لي دابا ما فهمتش حتى فين وكيفاش. بالعكس انا بعدا حكيم هو الكابيتان في هذا ستاج وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم بحال لي بصراحه ملي كتصوروه ما كيضحكش بزاف، كيبان لك بحال واحد الولد اللي ديما ملي كاين واحد اللاعب جديد هو الاول اللي كيمشي لعنده كيدخلوا في الجروب. ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس، واي كويري كيبغي يلعب مع كويري. هادشي اللي خصك تعرف. مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا. دونك بالعكس بجوج بيهم فاهمين، بجوج بيهم باغيين يديروا ليستوار مع المغرب وبجوج بيهم عايشين مزيان. دونك ما كايناتش هاد العلاقه. وعرف شنو باغي يقول مراد. دابا حنا عندنا فرقه دراري جدادين جايين وبحال اللي حنا كنفتشوا على البوز باش نديروا المشاكل اللي فين ما كاينش. كلشي غادي مزيان، ربحنا لعبنا مزيان، تفاهموا واش كيبوسوا بيناتهم ولا كياكلوا بيناتهم. زعما ما عندها حتى علاقه. هما ملي كيدخلوا كيلبسوا القميص كيبغيو يتقاتلوا على المغرب كيتفاهموا. دونك هادشي غلط. والثانيه